السلام. نتمنى هذا الفيديو يلقاكم بخير وفي احسن الاحوال، ومرحبا بكم في قناتي وقناتكم مطبخنا ديال بلوزير. الوصفه ديال اليوم الصراحه راه سهله في التحضير، بنينه بواحد المذاق رائع، ودغيا كتوجد كتجي معلكه. صراحه كتستحق انكم تجربوها. واحد الغريبه كتجي رائعه واكثر من رائعه في المذاق ديالها، بمكونات اللي يعني كتخليها تجي بنينه، والاهم سهله دغيا كتوجد. غندوز نعطيكم المقادير وطريقه التحضير. عندي هنا 500 غرام ديال اللوز بودر اللي شريته هكذا جاهز من المحلات. غنضيف 40 غرام ديال النشا، غنضيف 150 غرام ديال السكر، غنضيف 5 غرام ديال خميره الحلويات، غنضيف قبصه ديال الملحه وقشرة برتقالة محكوكة، وغنضيف 60 غرام ديال قشرة ديال البرتقال معسلة. كتباع هنايا في جميع المحلات ديال المواد الغذائية. هذه هي باش كنوريها لكم باش تعرفوا. هذا البرتقال المعسل يعني تلقاوه في جميع المحلات هنايا في اوروبا، وفي المغرب خلاص له موجود. غادي نخلط هاد المكونات، يعني النواشف غنخلطهم كاملين على هذا الشكل. صافي من بعد ما خلطت دوك النواشف غنضيف 70 غرام ديال كونفيتير المشماش، وغنضيف 2 معالق كبار ديال ماء الزهر، غنضيف 4 ديال البيضات. صافي نخلط هاد الشيء كله. غادي نحاول نعجن باليد. صافي نعجنو كل شيء حتى نحصلوا على واحد العجينه على هاد القوام كتشوفوا في الفيديو. صافي هنايا غادي نغطيها بواحد البلاستيك الغذائي، وغادي نخليها في الثلاجه نص ساعه، نخليوها ترتاح نص ساعه في الثلاجه. على ما ترتاح لينا نص ساعه في الثلاجه غنمشيو نوجدو السكر كلاصي. علاش نوجدو السكر كلاصي؟ غنديروا السكر كلاصي سبيسيال، لان الغريبه الا السكر كلاصي ماشي نوعيه، يعني ماشي شي نوعيه مزيانه كتخسر لينا الغريبه. هنايا حنايا الا عندنا اي نوعيه ديال السكر في الدار، عندي هنايا 160 غرام ديال السكر كلاصي غنغربلوه، وعاد غنضيف ليه 20 غرام ديال النشا. 160 غرام ديال السكر كلاصي كتاخد 20 غرام ديال النشا، وغادي نغربلهم مره اخرى. الاول غربلت السكر بوحدو اي نوعيه عندكم، غنضيف ليها 160 غرام ديال السكر كلاصي، غنضيف ليها 20 غرام ديال النشا او المايزينا، غادي نغربلوه مره اخرى. هذا كيعطينا دابا سكر كلاصي سبيسيال. النشا هو اللي كيخليه ان السكر ديالنا سبيسيال. صافي هنايا غادي ناخذ الخرج العجينه او ديال الغريبه من الثلاجه. عندي هنايا شويه ديال ماء الزهر باش ما تلصق ليناش في اليدين. كنفزقوا بها يدينا وكنكورو. كندير غير شويه ديال ماء الزهر، غتشوفوا دابا في الفيديو شفتوا غير شويه، غير باش ما تلصق لياش في اليدين، باش الا درنا بزاف غادي تشرب لينا، غادي يفزق لينا داك السكر كلاصي. شوفوا كنهز غير بالصبع هكذا صافي، غير باش ما تلصق لياش العجينه في اليدين. هنايا كنكور وكنحط في السكر كلاصي.
المهم الا بغيتو تعبروهم توزنوهم وزنوهم. انايا منين كنت كنكورهم باين اكثر من 26 غرام فيهم في هاد الكويرات، ما وزنتهمش ولكن باين اكثر من 26 غرام. نتوما لكم الاختيار، بغيتو ديروهم هكذا على هاد الحجم شويه كبارين، بغيتو ديروهم شويه صغارين يعني 20 غرام وتوزنوهم ما كاين مشكل. هنايا انا غير كنكور عيني ميزاني، كنحطهم في الصينيه ديال الفرن صافي. كنكمل بنفس الطريقه، كنفزك شويه يدي بماء الزهر وكنكورهم صافي. هنايا من بعد ما كورتهم غادي ندير فيهم واحد الحفره في الوسط. الفران راني سخنته على 180 درجه من الفوق ومن التحت. غير بديت نشكل الغريبه ديالي، غير خرجتها من الثلاجه بديت نشكلها كويرات، شعلت على الفران من الفوق ومن التحت. هنايا من بعد ما درت فيهم داك الحفاري غادي نعمرهم بكونفيتير ديال المشماش. دابا غندخلها للفران، كتاخذ ليا 12 دقيقه حتى ل 15، ما تفوتش 12 حتى ل 15 دقيقه. خاص ما تفوتش لان باش مثل دغيا كطيب، ما فيهاش شي حاجه انها تطيب بزاف، باش ما تجيش قاصحه او تنشف لينا الغريبه. بين 12 و 15 دقيقه صافي، ما تفوتش باش تبقى لينا الغريبه ديالنا معلكه وما تجيش ناشفه. صافي هنايا من بعد ما خرجتها من الفران الصراحه راه دغيا كتوجد يعني ما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الفران وما كتاخذش بزاف ديال الوقت في الخدمه ديالها. الصراحه راه كتجي واحد الغريبه رائعه في المذاق. جربوها وغتعرفوا على اش كنهضر. واحد المذاق بنين بزاف، كتجي معلكه بداك وفيها داك النسمه ديال البرتقال والقشور ديال البرتقال معسلين. شوفوا غنحل لكم كيفاش كتجي من الداخل. الصراحه راه كتستحق التجربه، واحد الغريبه بنينه بزاف. انا متاكده انها غتعجب لكم. شوفي التعليكه وشوفي كيفاش كتجي رطبه وما كتجيش ناشفه. وواحد التعليكه يا سلام. المهم كتبقى ممكن تقدر تبقى لكم حتى لجوج السيمانات هكذا طريه، ما كيوقع ليها والو. المهم نتمنى تعجب لكم هذه الوصفه ونتمنى انكم تجربوها. جربوها لانها يعني انا متاكده انها غتعجب لكم. واحد الغريبه كتستحق التجربه. وشكرا مره اخرى مع وصفه جديده، فيديو جديد، مع السلامه.